ترى، ماذا لو قلت لك أن هناك شجرة تنبت في قلب الجحيم، شجرة لا تشبه أي شجرة أخرى، طعمها مر كالمهل، ورائحتها كريهة تنفر كل من اقترب منها، وحرارتها تغلي كالحميم فتذيب أجساد الكفار عند تناولها. ومن صفات هذه الشجرة أيضا أنها تنبت وسط الجحيم، وتسقى مما يخرج من أجساد وجلود الكفار بعد الحرق والعذاب. ثمارها كرؤوس الشياطين، وتؤكل على كراهة، فتصنع بآكلها كما تصنع النار عند إذابة المعادن. إنها شجرة الزقوم، وقد ذكرت في القرآن الكريم في 3 مواضع في سورة الدخان، إذ يقول تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء. وفي سورة الصافات: ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. وفي سورة الواقعة: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم وقيل إن سبب نزولها أن أبا جهل كان يأتي التمر والزبد فيلقيه للقوم ويقول لهم: تزقموا، فإن هذا الزقوم الذي يعدكم به محمد. فنزل قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. السؤال المطروح الآن: هل توجد شجرة الزقوم في الدنيا؟ ذهب العلماء في الحديث عن هذه المسألة إلى أمرين: إن شجرة الزقوم لا وجود لها في الدنيا، وذهب أصحاب هذا القول إلى أن ذكرها جاء للتخويف والتذكير بالعذاب الشديد، فالله سبحانه وتعالى يخلقها يوم القيامة من النار لتكون طعاما لأصحابها ومن استحقها، كما أنها ابتلاء للظالمين والكافرين نتيجة سوء اختياراتهم في الدنيا. وهي شجرة منقطعة النظير ليس لها مثيل، ولذلك شبهها الله تعالى بالشياطين للدلالة على منتهى البشاعة، ولو وجد لها مثيل في الدنيا لقام الله تعالى بتشبيهها به. وذهب البعض الآخر من العلماء في الحديث عن هذه المسألة إن شجرة الزقوم موجودة في الدنيا، وهي نبتة سامة مميتة إذا مست الجسد ورمته، وموجودة في الصحاري اليمانية. هكذا تنتهي رحلتنا إلى أعماق الجحيم، رحلة اكتشفنا فيها أسرار شجرة الزقوم المرعبة، شجرة تمثل رمزاً للعذاب الأبدي في جهنم.